النينتندو سويتش من اقوى الاجهزه اللي نزلت في الفتره من 2017 لحد دلوقتي، وبالاخص الاصدار الاخير اللي هو الاولد ده، لانه فيه افضل شاشه موجوده في الماركت بتاع الهاند هيلد ديفايسز، اللي بتخليه يقدم تجربه مفيش زيها في اي ديفايس تاني. وانا بستخدم السويتش من 6 شهور تقريبا، والفيديو ده هيكون فيه اهم الامكانيات اللي في السويتش ونصائح عشان تاخد افضل تجربه للجهاز. اهلا بيكم. الفيديو ده هيكون لاي حد عنده السويتش او بيفكر يشتريه، واول حاجه هنتكلم عنها هي اول ما تجيب الجهاز لازم تعمل له ابديت لحاجتين مهمين، واول حاجه هي السوفت وير فيرجن نفسه، وده بانك تدخل على السيتنجز وبعد كده تدخل على السيستم وتعمل سوفت وير ابديت. والفيرجن دي اللي هي 16.0.3 هي اخر ابديت نزل للسويتش. وتاني ابديت هو للدوك ستيشن، وده لازم تعمله وانت موصل الجهاز في الدوك ستيشن نفسه، فانت تدوس هنا على الدوك ستيشن وتركب الجهاز على طول في الدوك ستيشن عشان تقدر تعمل لها ابديت. والابديتس دي مهمه جدا للجهاز عشان بعد كده ما تقابلش مشاكل. ودلوقتي تقدر تنزل الجيمز من على الستور او انك تشتري الهارد كوبي زي دي. بس في حاجه مهمه هنا جدا، وهي ان نظام النينتندو يعتبر ريجن فري، وده معناه انك تقدر تشتري اي جيم من اي مكان في العالم وتشغلها عادي. ولكن لو انت هتشتري ديجيتال ريديمشن كود من بلد غير البلد اللي انت فيها، لازم تعمل اكونت لنفس البلد اللي انت هتشتريها منها، وده بيتيح ليك النظام بكل سهوله. وعشان تضيف اكونت تاني تقدر تروح على السيستم سيتنجز ومنها ليوزرز، وبعد كده تعمل اد يوزر وكرييت نيو يوزر، وهنا تقدر تختار الايكون اللي انت محتاجها، وهنا تختار اي نيم انت عايزه، وبعد كده لازم تعمل لينك للاكونت بتاعك مع نينتندو اكونت، وده هيتطلب ان يكون عندك ايميل منفصل عن الايميل الموجود. وطبعا تقدر تعمل اكونتات زي ما انت عايز، ولما تعمل لينك للاكونت هيكونوا ظاهرين عندك هنا فوق لو ملاحظين. وتقدر لما انت تيجي تدخل على النينتندو سويتش اي شوب تختار اي اكونت تدخل بيه. والطريقه دي كمان هتفيدك بانك انت تعمل اكونت في اي بلد ممكن تكون الجيمز فيها ارخص، زي مثلا تركيا والارجنتين. وفي كمان حاجه تخص الجيمنج، فبغض النظر على ان في فري جيمز موجوده، الا ان في جيمز كتير بينزل لها ديمو، وكل الجيمز اللي ممكن تكون فيها ديمو تقدر تشوفها عن طريق ان انت تروح على السيرش وبعد كده تروح لجيمز ويز ديمو. كل الجيمز دي هيكون موجود فيها ديمو تقدر تحملها، والديمو هو عباره عن انك انت بتقدر تحمل الجيم نفسها وتجربها لفتره معينه، وبعد كده الجيم بتاعتك بتروح، وده اللي هيخليك تقدر تقرر لو انت حابب الجيم فعلا وعايز تشتريها ولا لا. اما بالنسبه للستورج فنسخه الاولد بتيجي ب 64 جيجا انترنال ستورج، بينما النينتندو سويتش اوريجينال بتيجي ب 32 جيجا. انا شخصيا ما بستخدمش اس دي كارد، ولكن لو انت هتعمل داونلود مثلا للعبه زي NBA 2K23 دي حجمها لوحدها 54 جيجا، وذا ويتشر حجمها 31 جيجا، فانت اكيد هتحتاج ستورج زياده. وانا افضل انك تاخد النوع ده من الاس دي كارد لانه مخصص للنينتندو سويتش، ولكن لو عندك اي نوع تاني تقدر تستخدمه بدون اي مشاكل. بس الفكره كلها كل ما زاد سرعه الاس دي كارد كل ما زاد البرفورمانس والاداء كمان بتاع الجيمنج. الصوره دي هتوضح انواع الاس دي كارد والفرق في البرفورمانس ما بين كل واحد. تقدر تعمل بوز للفيديو وتاخد سكرين شوت منها. ولو اتكلمنا عن الاونلاين جيمنج فنينتندو عامله اشتراك اسمه نينتندو سويتش اونلاين عشان تقدر ان انت تلعب اونلاين مالتي بلاير جيمز، وده تكلفته بتبتدي من $4 شهريا، وكمان في $8 كل 3 شهور، وفي $20 في السنة. وطبعا في جيمز تقدر تلعبها بدون اشتراك زي فورتنايت وراكت ليج وغيرهم كتير، ولكن معظم الجيمز التانية بتحتاج اشتراك زي ماريو كارت وغيرها كتير. نيجي بقى للبطارية، وطبعا الديفايس بطاريته تعتبر ممتازة لانه بيديلك من 3 ساعات ل 4 ساعات جيمنج. وعشان اكتر حاجة ممكن تستهلك البطارية هي الشاشة، فانا بفضل انك تخلي البرايتنس الموجود هنا معمول لاوتو، وهو بيكون اوتو باي ديفولت، وده هيخلي الاضاءة نفسها تكون على حسب المكان اللي انت فيه. وكمان تقدر تختار انك تقفل الفايبريشن لو انت محتاج عن طريق ان انت تروح لسيستم سيتنجز وبعد كده تروح لكنترولرز اند سنسورز
وبعد كده تقدر تقفل الفايبريشن خالص، وده طبعا هيوفر في البطاريه. وطبعا احنا عارفين انك تقدر تشحن الجهاز عن طريق التايب سي، فانت ممكن تستخدم باور بانك، والباور بانكس اللي هي 20000 ملي امبير تقدر تشحن الجهاز من 3 ل 4 مرات، وده تقدر تستخدمه لو انت مسافر وبتستخدم الهاند هيلد مود كتير. وفي كمان ميزه مهمه جدا عاملاها نينتندو لاولياء الامور، وهي البيرنتال كنترول، ودي بتقدر تستفاد منها في انك انت لو عندك طفل بيستخدم الجهاز تقدر تشوف هو قضى قد ايه وقت عليه، وكمان تعرف ايه الجيمز اللي بيلعبها، وتقدر تتحكم كمان عن طريق الموبايل على الابليكيشن ده. وكمان الابليكيشن بيقدر يخليك تحدد وقت معين للعب، ولو تجاوز الوقت بيوريك ده، وتقدر تخلي الجهاز يقف بالكامل بعد انتهاء الوقت المحدد. بس الافضل طبعا انك تعمل وقت محدد لكل يوم في الاسبوع، ويمكن تزود شوية في الويك اند. تقدر كمان تعمل ريستريكشنز لألعاب معينة على حسب سن الطفل نفسه، وتقدر كمان تمنع الاونلاين جيمنج والبوستنج على السوشيال ميديا لانها ممكن تضره. وفي فيتشر كمان بالنسبة للصور، فاحنا زي ما احنا عارفين انك تقدر تاخد عن طريق الزرار ده سكرين شوت، بس نينتندو عاملة طريقة حلوة عشان تقدر تنقلها على الموبايل، وهي انك تدوس على الصورة نفسها اللي انت اخدتها، وبعد كده تعمل عليها شير، وبعد كده تعمل سند للفون. وهنا بيقول لك ان انت تختار صورة او اكتر، فانت ممكن تختار اكتر من صورة كمان وتعمل عليها سند. وهنا بيعمل لك جنريت لكيو ار كود، تقدر تعمل له سكان على الموبايل، وبعد كده هيقدر ان هو يعمل لك كيو ار كود تاني عشان تاخد اللينك نفسه اللي هتحمل بيه الصور. ودي يمكن تكون طريقة قديمة شوية ولكن هي مفيدة ليك فعلا. النينتندو سويتش تصميمه بيخليه يقدر يشتغل بثلاث طرق، وهي الدارك مود، وده عشان لو انت عايز تربطه باي شاشة، والتاني هي انك تقدر تثبته عن طريق الستاند بالشكل ده، وتشيل الجوي كونز وتقدر تستخدمه انت لوحدك او مع حد معاك، وانك تستخدمه بورتبل في اي مكان، ودي الطريقة المفضلة بالنسبة لي. بس عشان الديزاين بتاعه فلات جدا فممكن يضايقك شوية لو انت متعود على الكيرفز اللي في اي جيم باد، وعشان كده في اكسسوارز كتير تقدر تخلي التحكم فيه افضل، اللي هي بتديله شوية ارجونومكس عشان تقدر تتحكم فيه وتمسكه بشكل افضل. وكمان الكيس دي اللي تقدر ان انت تحفظه فيها، وتقدر كمان تخزن كل الاكسسوارات اللي موجودة عندك فيه بالشكل ده، وهسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن. يمكن انا ما ذكرتش كل حاجة من مميزات السويتش، ولكن لو انت عندك معلومة ممكن تضيفها في الكومنتس ونستفاد منها. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير مع حد ممكن يستفيد بالفيديو ده. شكرا جدا على المتابعة، واشوفكم في فيديو جديد.